طبعا كلنا شفنا المسرحيه الهزليه اللي حصلت النهارده في مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك ورابطه الانديه واتحاد الكوره، هم دول ابطالها. الزمالك اللي المفروض من يومين فاتوا كان عامل مؤتمر هو والزملكاويه بيعيطوا على السوشيال ميديا بسبب التحكيم المصري، وان الزمالك اتبعد عن المنافسه، وحط تحت كلمه التحكيم المصري دي 100 خط. الزمالك ان المفروض النهارده يكون متضامن مع النادي الاهلي في القرار اللي خده، علشان هو كمان متضرر من التحكيم المصري وما ينفعش يلعب مباراه مع الاهلي بتحكيم مصري. طبعا الزمالك قال لك انا ما معيش 70,000 دولار عشان اجيب تحكيم اجنبي. طلع ان رابطه الانديه اصلا بعت خطاب لاتحاد الكره بتقول له انا اللي هشيل كل مصاريف التحكيم الاجنبي اللي هيجي، عشان يتفتحوا قدام العالم كله، والدردريات اللي بيعملها عشان بياخدوا حق اكتر من حقهم، ويتفتحوا قدام الناس كلها. بس انا عايز اقول لك حاجه يا غريمي، انت هتاخد قفا جامد قوي كالعاده. الاهلي المباراه بتاعته هتتعاد وبتحكيم اجنبي، والاهلي مش هيدفع جنيه في حكم واحد. وسجل الكلام ده عليا عشان لو ما حصلش مش هطلع في السوشيال ميديا تاني. بدليل ان رابطه الانديه اعتمدت النتائج اللي حصلت النهارده كلها لمباراه الدوري الا نتيجه الاهلي والزمالك. عارف ليه؟ عشان انا بابا الشغلانه، وانا اللي بحكم بامري، وانا اللي كلامي يمشي. وافتكروا الكلام ده كويس قوي قوي، خدوه عليا عشان مش هطلع على السوشيال ميديا تاني لو الماتش ده ما اتعادش وبتحكيم اجنبي. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها له.